ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده كذا حد سألني احكي لنا عن تجربتك في فترة الامتحانات، وامتحانات مستواها ازاي، صعبة ولا كويسة ولا في مستوى طول؟ اكيد مش مستوى طول، بس هل الامتحانات صعبة بجد؟ طيب خليني اقول لكم بصراحة كده، الامتحانات مش في مستوى طالب طبيعي يعني ذاكر فهم، مش مستوى الطالب اللي هو مش متمكن. خليني اكلمكم بوضوح اكتر وحاجه مفهومه اكتر. لازم تبقى داخل اللجنه، داخل الامتحان متمكن من الماده. يعني ايه متمكن من الماده؟ يعني متمكن من كل درس في الماده. يعني لو جالك سؤال من بعيد بس ليه علاقه، تبقى عارف الناس اللي بتبقى ليها في في ناس بتبقى ليها دماغ رياضيه كده، فبيدخلوا علم رياضه. فالناس دي انا كنت علم علوم فالناس دي بتبقى ليهم كده حابين الرياضه، حابين الرياضيات، ويعني دماغهم ماشيه معايا. ولو جالهم سؤال غريب كده تلاقيه برضو دماغهم شغاله وبتفكر فيها. بينما ممكن طالب في مثلا علم علوم يعني يجيله سؤال غريب قوي بره خالص، ما يعني ما يقدرش يفكر فيه، لان دماغه بتبقى، او مثلا الشخص ده حابب الماده ودماغه فيها. يعني انا كنت بحب الاحياء، تمام. آه فانا فانا حسيت ان في امتحان الاحياء الطالب كان محتاج طالب متمكن، يعني دماغه حابه تفكر في كل سؤال. ويمكن الحاجه الوحيده اللي بتوقع الجميع في الامتحانات هو الوقت، وعنصر مهم جدا، عنصر مهم جدا جدا. يعني انت الاسئله دي هتكون اول مره مرت عليك، يمكن يكون في افكار متشابهه بس قليله. ف فانت لازم تكون سريعه جدا في الحل، سريعه جدا في التفكير، ودماغك واخده على انها تحل كتير جدا. فده عنصر الحل مهم اكيد، وعنصر ان الواحد يكون فاهم درس وحافظ برضو مهم. بس فهم الدرس وحفظه مش اهم من حل اسئله. ولما اقول حل اسئله ما اقصدش بيها حل اسئله اللي هو اجيب كتاب واقعد احل وده انا جبت دي صح ويلا يلا ونمشي بسرعه كده، بسرعه. لان كل سؤال في الامتحان، انت لما تيجي تمشي في الامتحان بسرعه بتحتاج تسترجع معلومات. فانت اكيد محتاج تدرب نفسك على السرعه، ولكن مش في وقت ده. الوقت وانت بتحل على الدرس لاول مره من كتاب واحد، لازم تعود نفسك ان انت تمشي بهدوء جدا، تمشي على السؤال واحده واحده. حليته صح، ارجع شفت بقى انا طريقه تفكيري كانت ازاي عشان حليته صح. حاول تاخد السؤال تفكر فيه، تستنتج منه حاجات، لان بصراحة هي الطريقة دي الوحيدة اللي هتنفع في ثانوية عامة. واضمن لك ان بالطريقة دي طول ما انت بتقف على السؤال الواحد مش حليته وتمشي على طول، لا، اقعد استنتج، اقعد فكر فيه اكتر، اقعد ولازم تفسيرك حتى لو حليت صح بالاحساس. انا عارفه في ناس بتحل بالاحساس بالذات الانجليزي. حاول يبقى يعني اجابتك للسؤال مبنيه على تفسير او مبنيه على استنتاج، تمام. وحاول تدي للسؤال الواحد اكتر من حقه حتى لو حليته صح، لان حقيقي كل سؤال ممكن تستفاد بيه وتطلع بيه باكبر قدر من المعلومات. لو عرفت تشبك المعلومات، محتاج واحد متمكن من المادة، يعني واحد مشبك المعلومات في بعضيها، واحد رابط كل حاجة ببعضيها، واحد مش هقول حل كتير، لان الحل الكتير من غير ما الواحد يستفيد ويقف عند كل سؤال حتى لو حله صح يبقى ده مش حل بصراحة. انت مهما شفنا ناس حلت كتير ويعني، فاحنا نحل كتير بس ما نحلش كتير بكمية. هتحل كتير ونركز في كل سؤال بنحله، وحتى لو حلنا صح نقف عنده، تمام. دي كده اول نقطة. احنا برضو انا بصارحكم ان الامتحان محتاج طالب متمكن مستواه عالي، ومحتاج سرعة. يبقى حاجتين اتنين، محتاجين واحد متمكن من مادة، ومعنى ان هو متمكن من مادة معناه ان هو يبقى متمكن من الدروس اللي جوه المادة وحل عليها وفهم كل سؤال هو بيحله، يعني قدر ان هو يحل بسرعة. بس انا بقول دلوقتي ما تحلوش بسرعة، دلوقتي اقفوا على كل سؤال واستنتجوا وفكروا فيه، خدوا راحتكم. مثلا ممكن في تاني كتاب تبتدوا تحلوا بسرعة على الدرس لانكم اوريدي فكرتوا في الاسئلة واستنتجتوا منها،
وبرضه لو في سؤال في تاني كتاب صعب، يبقى انتوا يعني تقفوا عليه وتستنتجوا وتحاولوا تربطوا واسألوا عنه. حتى لو حلتوه صح اسألوا عليه، يعني اسألوا مدرسين خليه يفسر لك اكتر، يعني عشان الحاجات قولوا تفسيري صح، هو ده تفسير المنطقة ولا لا. تمام. ذكرت في امتحان ثانوية عامة، انا بقولكوا هو كان محتاج طالب كده فعلا. ف وعامة ربنا وفقني ودخلت كلية علوم باي تكنولوجي. بس يا رب انتوا احسن كمان، احسن مني كمان يا رب، وتدخلوا احسن حاجة. بس انا اصلا باي تكنولوجي ده اصلا المجال ده انا حباه شخصيا، لان اصلا كنت بعمل ابحاث كمان على الاورام وكده قبل ما ادخل ثانوية عامة اصلا. فانا اصلا حابة المجال ده. بس يا رب انتوا بقى تخشوا طب وترفعوا راسي. فبس كده خلص فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو تاني. اكتبوا لي في الكومنت عايزين ايه في الفيديوهات الجايه. باي.